امبيريوم انتونس، بديل العطر الصيفي الأسطوري روجا إليزيوم انتونس. هل يكون في المستوى؟ هل يستاهل الاقتناء؟ تبع للآخر، ما تنساش الاشتراك. هذا بديل لواحد من عطور دار عطور النيش الإنجليزية روجا دوف، اللي تميز بعطور مميزة اللي كانت طوال سنوات عديدة عندها رواج كبير وترند في مواقع التواصل الاجتماعي والشواء، خصوصا في سنة 2025 نقص الحديث عليها بزاف، وهذا راجع خصوصا لنقص أداء العطور تاعها. اليوم معنا بديل لواحد من عطورها المميزة. اليوم معنا امبيريوم انتونس من فراغرانس وورد. العلبة كرتونية عادية ما فيهاش حتى حاجة مميزة. اسم الخط العطري واسم العطر امبيريوم انتونس، وهذا الخط العطري امبيريوم لبدائل عطور روجا دوف. تركيز العطر اود بارفان والحجم 100 ملل. رمز فراغرانس وورد. المعلومات المعتادة في كل علب فراغرانس وورد. وفي الخلف معلومات عن العطر، العلامة المائية لفراغرانس وورد، الكير كود مع نظام سكراتش. القارورة جميلة، وهي في الحقيقة نفس القارورة تاع العطر الأصلي إليزيوم انتونس. اسم العطر، علامة الخط العطري امبيريوم انتونس. في الخلف عندكم فراغرانس وورد. الغطاء ثقيل مليح جميل، علامات FW فراغرانس وورد. قارورة جميلة مليحة، مظهر هايل رجولي. بالنسبة لمكونات العطر، في المقدمة حمضيات كالمعتاد في كل العطور الصيفية. عندنا ليمون أخضر، جريب فوت، بومبلوموس، البرغاموت، عندنا كذلك خوزامة، وعندنا مكون جديد ما حكيناش عليه خلاص في العطور اللي قبل، اللي هو الراوند الريبارب، واللي عنده ريحة جد مميزة. في القلب كاسيس، تفاح، نيرولي، ياسمين، زنبق الوادي، تيبيروز، مسك الروم، فانيلا وفلفل أسود. القاعدة فيها فيتيفير، خشب الأرز، زهرة البنفسج، عنبر، مسك وجلد. كما تشوفوا مكونات عديدة، حتخرج لنا هذه بكل نشموها. هذا واش تقول لنا تجربة العطر. واو، عندكم ريحة تخلع من الجمال. واو صح، هذه حاجة جديدة غير مألوفة تماما. جمال أخاذ رائع. ريحة الكحول كاينة عادية، ما هي قوية ما هي ضعيفة، دقيقة وتروح. عندكم في الأول خليط تاع كل المكونات. الحمضيات تشموهم بكل، الليمون حتشم البرغاموت وحتشم البومبلوموس، وشي اللي ضعيف فيهم شوية البومبلوموس. أما الليمون والبرغاموت قويين واضحين ويتبادلوا عليك في الريحة. ساعة كاين برغاموت، ساعة كاين ليمون. قمة عطر هايل، خصوصا مقدمة المكونات بكل كاينة ومكونات بكل تشمهم. الخزامة وخصوصا واللي يخليها جد مميزة الريحة تاع لاريبار تاع الراوند، وخصوصا مع ريحة الخزامة ريحة جد مميزة جد منعشة روعة. هذه تستاهل تزيد تشم. واو. من بعد يخرج القلب، وخصوصا في الاول تاع القلب عندك تفاح قمة. كذلك الزهور البيضاء كاملة كاينة، تشموها بكل. خليط هايل من الزهور البيضاء، ينقص شوية في الحموضة تاع الليمون والبرغاموت. الفانيلا كاينة لمسة خفيفة منها وتخليه ناعم. وعندكم لمسات من الفلفل الأسود. ساعة يجي تاكلك خشمك، يزيدك في الحيوية وفي النشاط، يخليك ساعة يزيد يفطمك بين حينة وأخرى يفاجئك. مع ظهور مكونات القاعدة في الخلفية، الجوانب اللي حكينا عليهم بكل في المقدمة وفي القلب تزيد تقويهم القاعدة. عندنا المسك وزهرة البنفسج يخليوه شوية حلو وشوية ناعم، بس ماهوش بودري، ناعم لكن ماهوش بودري. الفيتيفير يحافظ ويزيد في الجانب المنعش تاعو ويعطيه نوعا ما نوطة خضراء ويخليه جد منعش حتى آخر لحظات. الأخشاب تخليه كثيف وحاضر، وعندنا لمسة خفيفة من الجلد تخليه مميز عن باقي العطور الصيفية المعتادة. مكونات العطر مليحة عادية، ما هيش مميزة ولا توب، وما هيش مكونات المنخفضة ولا اللي عندها سعر ضعيف ولا رخيص الثمن. مكونات مليحة في الإطار العادي. الطابع الصناعي فيه لكنه ماهوش حاد وما يقلقش خلاص، ويخليه عنده لمسة معدنية مليحة تخليه بارد خلاص. ريحة مضيئة مشرقة جد مبهجة، كي ترش منه وديرها بعد في الأول بعد تحب تبتسم وحدك، لا عاد شوية قلقان
شويه رشات من هذا ترجع لك السعاده ان شاء الله. ملخص الرائحه، وهنا اللي مشكل مع الكم الفظيع تاع المكونات اللي تشموهم، يعني حتشموا كل المكونات، خصوصا يعني كنت ركزوا شوي قطعا تشموهم بكل تسمى. يعني ما قدرش انا اعطيكم ملخص تاع المكونات كما ما فين نقولوا. لهنا واش نقدر نقول لكم؟ عطر جد منعش، جد انيق، مع طيف عطري من النوتات جد واسع، طوب ممتاز. بالنسبة للأداء، عندنا الفواحان الساعة الأولى قوي جدا، يزيد معك نص ساعة فواحان عادي، ويزيد معك نص ساعة واحدة أخرى لكنه تحت المتوسط. الانتشار جيد جدا لمدة حوالي ساعة، من وراها بسرعة يضعاف. ثبات على الجلد 6 ساعات. ثبات على الملابس اليوم مضمون وتشموا غدوة في الملابس بصح طفيف. يعني في المجمل أداء ممتاز بالنسبة للعطور الصيفية، توب. لكنه ماهوش وحش أداء، مميز مليح جيد جدا، نقطة إلى سطر، صيفي بامتياز، وصالح الأيام الساخنة في الربيع في الخريف. في الشتاء ممنوع تماما. صالح 24 على 24 ساعة ويخليك مميز في اليوم، مميز في الأمسيات ولا في الليالي جد مميز. نظرا للأداء تاعو يعني قوي، صالح الأماكن مغلوقة وصالح الأماكن مفتوحة بكل سهولة، وانا نفضلوا يعني في الأماكن المفتوحة. في الأماكن المغلوقة كما قلت لكم ريحة جديدة خلاص غير مألوفة بتاتا، قادرة ما تعجبش ناس، لا حتستعملوا كما ما نقول لكم. ومعاك مثلا في العمل ناس في المكتب دير ساعة منه 2 رشات ولا مع الأول، لا عندهم قابلية روح متع روحك. صالح لكل الاستعمالات اليومية، مميز في المناسبات، في الأوقات تميز، مميز في الزيارات وخصوصا الزيارات الخاصة، مميز في الاستعمال اليومي، توب. وشيوا لازم ساعة تكسروا بحاجة واحدة أخرى وإلا حيرجع ممل. سهل الارتداء، يخرج مع كلش، ولكن أنا نشوف فيه مميز. وبالنسبة لي أنا هذا وكأنه مخدوم سبيسيالمون لباس الكلاسيكي دي كونتراكتي، كوستيم بلا كرافاتا ولا سموكينغ بلا ربطة عنق. هذا هو العطر تاعك من الاخر، ما كانش ما خير منه، ديرو مميز توب. المظهر مليح وخصوصا القارورة جميلة جدا. الاداء جد مميز خصوصا كي تقارنوه بباقي العطور الصيفية، ممتاز. ويعتبر يعني عطر مميز في الثبات تاعو خصوصا على الجلد اكثر من 6 ساعات، توب. عندكم ريحة رائعة غير مألوفة تماما، جديدة خلاص. العطر جد متوازن مع كم هائل من النوتات العطرية خصوصا اللي تشموها. كاين عطور بزاف عندهم كم هائل بصح ما تشموهمش بكل، هذا تشموهم بكل. طيف عطري جد واسع ممتع، عطر يخليك تحب تركز معاه. ريحة جد منعشة جد أنيقة، لكن ماهيش فخمة، أنيقة توب، الفخامة ما عندهاش. وهنا ملاحظة كي عادت ريحة جديدة وغير مألوفة تماما، هذه من الروائح اللي لازم تجربهم قبل ما تقتنيهم. ترى هذه الريحة هي حقيقة متعة للأنف، ولكن طابع تاعها غير المعتاد تماما، يخلي حاجة من الزوج، يا تحبها للجنون تمرض بها يا تكرهها، ومن الرشات الأولين ما تزيدش تستعملوا خلاص. هذا العطر ما عندوش النص، يا هك يا هك، لازم تجربه قبل ما تقتنيه. ولكن لكان عجباتك يعني الرائحة تاعو ويعني عندها حظوظ كبيرة باه تعجبك، بكل سهولة يقدر هذا يرجع للعطر سينياتور تاعك، بما أنه عطر جديد ومتفرد ومميز خصوصا في عالم العمل، روعة توب. بالنسبة يعني المقارنة مع العطر الأصلي ما نقدر نقول لكم والو، أنا العطر الأصلي يعني ما جربتوش خلاص وما نعرفوش، يعني هو ما كانش أصلا في الجزائر، أنا جامي شفتو كاين في الجزائر، سما ما نقدر نقول لكم عليه والو. كون نقيموا وحده على الريحة تاعو يسهل يعني 10 على 10 12 على 10، ولكن حنا ديما نكونوا عادلين ونقيموه على مجمل ابعاده. السعر تاعو حوالي 5500 دينار جزائري، يسهل بكل سهوله 8.5 على 10. كون يحسنوا له شويه في المظهر ويزيدوا يعدلوا له شويه في الاداء، حيولي توب، حيولي توب عطور الصيف لهذه السنه. هذا اصدار جديد تاع 2025، وانا نظن هذا هو الكود كار تاعي تاع الصيفه هذه. لحد الساعه ريحته خلعتني. كان هذا كلش على امبيريوم انتونس، واحد من العطور المميزة لهذه الصائفة من دار فراغمونس وورد. ما تنسوش الاشتراك بما يفوتكمش جديد، اللايك، تعليقات، مشاركة الفيديو، وعلى خير ان شاء الله.